احنا وصلنا لمرحلة ما بقيناش حاسين يعني ايه فرحة. الضحكة بقت مرسومة على الوش، بس بقيناش حاسين بيها ولا عارفين يعني ايه ضحكة من القلب اصلا. احنا عمالين نجري 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 بلا فايدة. الفترة دي ما ينفعش الراجل لوحده يشتغل، لازم الراجل والست. الاتنين دول لو ما اشتغلوش الحياة ضاعت، اقسم بالله الحياة ضاعت. الفترة دي مش عايزة ان الواحد اساسا يفكر في الخلفة، بند واتقفل. لو الواحد معاه عيل او اتنين يبوس ايد وشه وظهر وما يفكرش في التالت. واللي ما خلفش لحد دلوقت ما يخلفش عشان ما يجيبش عيل يتظلم في الدنيا. اقسم بالله قبل ما تفكروا بجد في موضوع الخلفة ده، بجد والله لازم تحسبوها مليون حساب. اللي هيقولك العيل بيجي برزقه، اوكي انا ما عنديش مشاكل، اوكي ان اكيد العيل بيجي برزقه، بس في حاجة بتقولك اعقلها وتوكل. لازم تعقلها الاول، لازم تعرف العيل ده هيجي للدنيا هياخد حقه ولا هيتظلم وهيتهرس. احنا الفترة دي بجد عمالين نجري ورا بعض، بنجري. مثلا شهر رمضان داخل علينا، الفترة دي في الوقت ده كان في بهجة وفي فرحة وفي كده، تحس ان في شهر الخير داخل عليك، مبقيناش حاسين بيه. رمضان داخل احنا مش حاسين برمضان نهائي. شهر الخير، شهر البركة، شهر الراحة، شهر الفرحة، ما بقيناش حاسين من كتر الهموم والكبت اللي جوانا. الناس اللي بتقول احسن تستاهلوا اكتر من كده، ليه؟ ليه كومنتك الوحش ده؟ ليه نستاهل اكتر من كده؟ طب انت تعرفني؟ انت تعرف انا عملت ايه؟ ليه انا استاهل اكتر من كده؟ ليه غيري يستاهل اكتر من كده؟ ليه بدل ما تخش تقول دعوة حلوة او كومنت يهون على اللي قدامك تدخل تكبته، تدخل تحبطه؟ ليه؟ كومنت تاني يقول لي بدل ما انت طالعة بتشتكي الفقر كده كنت اتجوزت واحد غني. قطع لسانك، قطع لسانك. انا معايا راجل وسيد الرجالة. اولا انا مش طالعة اشحت منك، انا طالعة بناشد قضية مجتمع. فانت تقولي كنت تتجوزي راجل يعيشك؟ قطع لسانك. انا معايا راجل الحمد لله، الحمد لله. هتقولي اصل الحب ما بياكلش عيش، هقولك وانت مالك، وانت مالك. انا ما جيتش قلت لك اكلني شربني اصرف عليا هاتلي اعملي، انا ما قلتش كده. انا طالعه بتكلم على الازمه اللي احنا فيها، طالعه بنفك مع بعض بكلمتين بدل ما يجيلنا كبت ونموت. بجد بجد احنا شعب سليط اللسان، بجد والله العظيم شعب لسانه زفر قوي قوي، غلط قوي قوي. لما تلاقوا الواحد قدامكم محترم وكويس بتركبوه، بتقلوا في ادبكم. لسانك حصانك، ان صنته صانك وانهنته هانك. فعلى فكرة اي حد بيقول كلمة وحشة هي بترجع لك انت. عارف ليه؟ عشان دي بتدل على بيئتك وعلى تربيتك. وهرجع واقولها بجد، احنا اتحرمت علينا الفرحة. مش هقول على الكل، مش هقولها، هقول لفعلا اللي حاسس باللي انا بقوله، لان مش الكل بيحس للاسف.